بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في شوية دقيق ومية هنعمل بيهم حاجة حلوة قوي؟ هنعمل بيهم الزلابية. كمان في الفيديو هنتكلم عن أسباب نجاحها وإيه الحاجات برضو اللي بتخليها تفشل. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. بس قبل ما ابتدي الفيديو بفكركم دايما، يا ريت ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا نشوف عملت ايه. انا هنا هعمل نص كيلو من الدقيق. طبعا لو انتي حابة تقللي الكمية هتقللي الكمية اللي انا بعملها، هتعملي النص الكمية اللي انا بعملها. النص كيلو دقيق ده عبارة عن 4 كوبايات ممسوحين زي ما انت شايفة، الكوباية بتاعت الشاي اللي هي الكوباية الكبيرة. وزنت 4 كوبايات، وانتي بتوزنيها ما تخبطيهاش، كده بيبقى وزنها كوباية 125 جرام. اخدت الدقيق ونخلته. بعد كده في نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق هعاير بيها المية. المية نص الدقيق، عندي كوبايتين ونص من المية الدافية، ولازم المية تكون دافية علشان لسه هحط فيها الخميرة علشان العجينة تتخمر معايا بسرعة. كوبايتين ونص من الدقيق، وممكن احتاج كمان دقيق مية او لا، ده على حسب الدقيق. عندي معلقتين كبار من الخميرة. انا هنا مزودة الخميرة لان الخميرة عندي بقالها فترة، فممكن ان هي بتتفاعل بطيء شوية. لو انتي الخميرة بتاعتك طازة وواثقة منها حطي معلقة كبيرة بس. وبعد كده حطيت معلقة من السكر، طبعا خميرة لازم سكر علشان الخميرة تتفاعل معايا. وحطيت ربع كوباية من الزيت. الزيت ده اختياري، حابة تحطيه براحتك، مش حابة مفيش اي مشكلة. وقلبت السوائل دي مع بعض وسبتها على جنب. رجعت للدقيق تاني، حطيت عليهم معلقتين كبار من النشا، وممكن بدل النشا تحطي كستر، ده لو انت حابة الكستر وكمان حابة ان هي لونها يكون اصفر معاكي. وحطيت ذرة من الملح، وقلبت المقادير الجافة دي مع بعض كويس. ورجعت نخلتها تاني، وضفت عليها المكونات السائلة اللي هي كانت المية والخميرة والسكر وشوية الزيت، وزي ما قلتلك الزيت ده اختياري. هنا بقى بعد كده فضلت اقلب في العجينة بالمضرب. بعد كده هشيل المضرب وهعمل بيها بايدي. اهم حاجة في العجينة اللي انتي تقعدي تعجنيها جامد، علشان تبقى يعني تمط معاكي. ده اسباب نجاح العجينه ان هي تمط معاكي. انا هنا لقيتها محتاجه ميه، حطيت لها ربع كوبايه من الميه، وزي ما قلت لك ممكن ان انت تحتاجي الربع كوبايه دي، وممكن لا، ده على حسب الدقيق. طبعا احنا عارفين ان الدقيق بيختلف من دقيق لتاني، في دقيق بيشرب سوائل ودقيق لا. فعلشان كده انا هنا المره دي احتاجت ربع كوبايه من الدقيق. انا كتير بعملها، ساعات هي بتبقى الدقيق نص الميه بالظبط. شايفين اللي انا بعمله؟ بفضل اعجن فيها كده، ده اسمه لت. تفضلي تلتي فيها كده لغايه ما تحسي ان هي مطت معاكي. طيب، اسباب نجاحها ان انت تخلي قوامها تقيل. طيب بتفشل ليه؟ ان انت بتخليها سايله، بتخليها خفيفه، تيجي تحطيها في الزيت هتلاقيها بتعمل لك اشكال غريبه. فلازم ان انت تخلي قوامها تقيل علشان ما تيجي تنزل في الزيت تكون القوام بتاعها تقيل، تفضل بالشكل بتاعها. بعد كده غطيتها وسبتها ان هي تخمر. بعد ما خمرت بقلبها، وبعد كده عندي زيت، بحط زيت في حلة. يستحسن ان يعني تجيبي حلة غويطة وتحطي فيها زيت علشان ما تجيبيش حاجة واسعة وتاخد كمية معاكي من الزيت. انا هنا في الاخر انا حسيت ان الحلة مضايقاني، فبعد كده عملت في طاسة. انا في الاول عملت بالمعلقة، حسيت ان اللي بيطلع بالمعلقة ده كبير، فبعد كده عملت بمعلقة صغيرة زي ما انتوا شايفين اهيت. بسم الله ما شاء الله. اول ما بتحطيها بتلاقيها بالشكل بتاعها. عايزه اقول لكم انا كان عندي اللي هي المعلقه المعياريه، ما رضيتش اللي انا اعمل بيها علشان كتير قوي ما فيش عنده المعلقه دي. عايزه اقول لكم ان المعلقه دي بتدي الشكل المظبوط للزلابيه، بتدي لها الشكل الكوره بالظبط. كمان ممكن اللي انت تعمليها في كيس، اللي انت تجيبي كيس وتخرميه وتتكي عليه، واللي انت تطلعي الواحده بوحدتها كده بالمعلقه. بس انا حبيت اللي انا اعملها بالطريقه المعتاده، او الطريقه القديمه اللي احنا بنعملها بيها. وكمان دي طريقه الحلواني ان هو بيعملها بايده. زي ما انتوا شايفين بحطها. تعرفي منين ان هي ناجحه؟ ان هي ما بتفرش معاكي. كمان ان هي شكلها زي ما هو، زي ما انت بتحطيه زي ما بتطلع بالظبط، زي ما انتوا شايفين اهوت. هنا بقى انا هنا بديها نص قليه. يعني لو انت حباها تكون مقرمشه يعني كريسبي معاكي، بتديها نص قليه، ان هي مجرد بس لونها بيتغير. وبعد كده بتطلعيها تسيبيها لغايه ما تبرد خالص، وبعد كده بتخلصي الكميه كلها وترجعي تديها قليه تانية.
ده لو انتي حابة ان انتي تاكليها مقرمشة. زي ما انتوا شايفين انا حسيت بقى ان الحلة مضايقاني، فبعد كده قمت انا حاطاها في الطاسة. بتخلصي بقى الكميه دي كلها. عايزه اقولك على حاجه، ان هي ممكن كمان ان انت تفرزيها في الفريزر. ازاي؟ ان انت بتديها نص قليه، يعني بعد ما بتخلصيها نص قليه زي ما انتوا شايفين بفردها كده في صينيه واسيبها لغايه ما تنشف خالص، وبعد كده بعبيها في قلب اكياس واحطها في الفريزر. بس لما اجي احطها في الفريزر احطها على الوش، ما احطش عليها حاجه، لانها طبعا عجينه، لو حطيت عليها حاجه هلاقيها اتبططت. بعد كده بطلعها ان هي تفك، وبعد كده بقليها في الزيت، بتطلع معايا تحفة وكأنها لسه معمولة معايا طازة. زي ما انتوا شايفين اهوت، باخد من العجينة. يعني الاول بمل المعلقة بزيت، وبعد كده باخد العجينة، وبعد كده بحط في قلب الزيت. تعرفي كمان ان هي ناجحة ازاي؟ ان هي بتعوم معاكي على وش الزيت. انا هنا بقى بخلص الكمية كلها. تاني هكلمكم عن المقادير بتاعه العجينه بتاعه الزلابيه. هي ما فيش فيها اي افتكاسه خالص. هو اهم حاجه ان انت توصلي للقوام بتاع العجينه، ان هو يكون معاكي مايل للتقيل، ما تكونش خفيفه، علشان لما تيجي تحطيها في قلب الزيت ما تلاقيهاش فرشت معاكي. انا حطيت 4 كوبايات ممسوحين من الدقيق، وزنهم 500 جرام. وزي ما قلت لك ممكن تعملي بربع كيلو لو انت حابه تعملي كميه قليله. حطيت بعد كده عليهم معلقتين كبار من النشا وذره ملح، وده اللي هي المكونات الجافه. المكونات السائله نص الدقيق نص ميه. حطيت كوبايتين ونص من الميه، عليهم معلقتين كبار من الخميره، والخميره لو هي لسه طازه عندك حطي معلقه كبيره بس من الخميره. وحطيت معلقه كبيره من السكر، وزي ما قلت لكم انا ما زودتش السكر علشان ما تلونش معايا في قلب الزيت. وحطيت ربع كوباية من الزيت، وده اختياري، حابة تحطيها براحتك، مش حابة برضو براحتك. قلبت المكونات الجافة، قلبت المكونات السائلة، وبعد كده ضفتها على المكونات الجافة، وفضلت اقلب في العجينة كويس جدا لغاية ما ادتني القوام التقيل اللي انتوا شايفينه، ووصلت للمطة بتاعت العجينة. هي دي اسباب نجاح العجينة، اللي انت لازم توصلي للمطة بتاعت العجينة. ولو انت عايزة الكورة تطلع بكورتها مظبوطة جدا، المعلقة اللي هي بتاعت المعالق المعيارية بتبقى مدورة، اعملي بيها تديكي نفس الشكل بالظبط. هنا الشربات كنت انا عاملاه معاكم جاهز عندي، وعايزه اقول لكم ان ده بيخفف عني حاجات كتيره جدا. يعني لما بتكوني عايزه تعملي حلويات ما بتبقيش شايله هم السيرب او الشربات ان انت لسه هتقومي تعمليه. فضيته في قلب بوله كده، وبعد كده بديلها بقى تحميره تانية زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هطلعها هصفيها واطلعها على الشربات على طول. لو انتي حابه بقى ان انتي تشكليها بقى بالشوكولاته او بصوص الكراميل او بالصوصات اللي هي الفراوله المانجا، ده براحتك. احنا اكتر حاجه بنحبها لا اما السكر لا اما السيرب او الشربات، وبالاخص السكر بتبقى طعمها تحفه بالسكر. هنا بقى بديها القليه التانية اهيت، وهفضل اقلب فيها كده كلها على بعضها علشان كلها تبقى لون واحد. هنا انا حطيت كميه كبيره من الزلابيه لانها هي اتشكلت خلاص، لكن في الاول ما ينفعش ان انا احط كميه كبيره كده من الزلابيه. هفضل اقلب فيها، وبعد كده اخدها احطها في قلب الشربات، وبعد كده اما اجي احطها في قلب الشربات اسيبها شويه، يعني ما احطهاش في قلب الشربات واطلعها على طول، لا اسيبها شويه لغايه ما تشرب من الشربات ده، وبعد كده هطلعها احطها في قلب اطباق. عايزه اقول لكم ان هي كانت طعمها تحفه، يعني تاكل نص الكميه بتاعتها وهي على البوتاجاز. ده اهي طلعتها وحطيتها في قلب الشربات. الشربات بتاعها ده بيكون تقيل مش خفيف. الشربات بتاع المقالي بيكون تقيل علشان تفضل مقرمشة معاكي، بالاخص لو انتي بيتيها لتاني يوم. يعني لو الشربات بتاعها خفيف هتبقى على قد يوم واحد وخلاص، لكن لو فاض منك لتاني يوم هتلاقيها طرت. فالشربات بتاع المقالي بيبقى تقيل. بعد كده سبتها اما بردت، وبعد كده هنا رشيت على وشها سكر بودر، وده اختياري. والتانية بس طبعا اللي عليها السكر البودر ما حطيتهاش في قلب الشربات، شيلت شوية ما حطيتهمش في قلب الشربات ورشيت عليهم سكر بودر. والتانية اللي حطيت فيها الشربات اهوت زي ما انتوا شايفين. وده الزلابية بكل سهولة، تحلية سهلة وبسيطة، وما بتاخدش وقت. الوقت اللي هي بتاخده اللي هي بس في العجن بتاعها. ده الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم. يا ريت ما تنسونيش في اللايك، وما تنسونيش كمان في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم منها كل جديد. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.